لا تعاتب أحدا على قلة الاهتمام. الاهتمام لا يطلب، فهو يمنح من القلب فيعطيك قيمة، ويفقد قيمته إذا ما طلب. لا تصدق أن أحدهم قد تشغله الأيام والساعات عن منحك ذاك الاهتمام الذي ترجو. فمن يهتم لأمرك سيخلق لك الوقت في زحام اليوم، ويقتطع لك ولو دقائق من فوضى الساعات. سيشعرك بقربه مهما ابتعد، وبحضوره وإن خلا مكانه. الاهتمام حين يطلب يبهت لونه، يضيع عبيره، ويفقد دفئه ولذته. سيأتيك على طبق من البرود، دون لون أو طعم أو رائحة، كمن يقدم واجبا ثقيلا، كمن يجاملك رغما عنه، ويقدم لك ما طلبت ظاهرا دون قيمة حقيقية تشعر بها. الاهتمام ينبع من القلب ليشعرك بقيمتك عند الآخر، تشعر معه بأهميتك وكيانك وحجم الحيز الذي تحتله في حياته. فإن لم يصلك بسخاء حتى وأنت توصد بابك، إياك أن تطرق بابه، فإن طرقت باب الاهتمام بات فارغا وضاعت قيمته. لا تكن متاحا دائما، هو الدرس الأول الذي ستهديك إياه الحياة على طبق من الندم على كل موقف أعطيت فيه أكثر مما تملك، ومنحت فيه من وقتك وطاقتك ومشاعرك وجهدك أكثر من اللازم. هو الدرس الذي سيجعلك تفهم الفرق بين العون الذي تنصف فيه نفسك، وبين العطاء منقطع النظير الذي به تظلمها. ستتعلم بعدها جيدا متى تعطي ومتى تمنع، متى تتواجد ومتى تتوارى، متى تمد يدك للغير ومتى تغلها. ستتعلم بأن تواجدك الدائم وعطائك الكثير ونصائحك ومشاعرك المهدورة أصبحت عادة، فأنت المتاح في كل وقت. والبشر لا يحبون العطاء السهل بقدر ما يستهويهم ما هو صعب، وعطاؤك أنت كان هينا. عليك دائما أن تعطي بمقدار، وتهب بتقنين، وتمنح ببعض من الحرص. أن تتواجد دون حاجة، وألا تتواجد لسبب يخصك وحدك. أن تعطي دون مبرر، وأن ترفض دون أي سبب. أن تتعاطف وتتفاعل تارة، وأن تقسو بتعابيرك تارة أخرى. أن تكون نارا متى شئت، وثلجا متى أردت. أن تضع نفسك أعلى هرم أولوياتك هو طريق لأن تكون على أعلى هرم أولويات غيرك. ولتكن نفسك عليك عزيزة، ليست أنانية، إنما درس سيمر عليك عاجلا أم آجلا، ليتلخص لك بعبرة تفتح لك طريقا جديدا عنوانه: لا تكن متاحا دائما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف حول البيت، فسمع أحدهم يقول: اللهم اغفر لي وإني أعلم أنك لن تغفر لي. قال: ويلك، اليأس من رحمة الله من أعظم الذنوب. قال: إن ذنبي عظيم يا رسول الله. قال: ذنبك أعظم أم الأرض؟ قال: بل ذنبي. قال: ذنبك أعظم أم السماوات؟ قال: بل ذنبي. قال: ذنبك أعظم أم الأرض والسماوات؟ قال: بل ذنبي. قال: ويلك، ذنبك أعظم أم الله؟ قال: لا، الله أعلى وأجل. ما ذنبك؟ قال: يا رسول الله، أنا رجل غني،
أعطاني الله ما أعطى، ولكن حينما يأتيني طالب حاجة فكأنه يقدم علي بشعلة من نار، كأنه يريد يحرقني. نحن نتوقع أن يقول له النبي: ما عليك، ما في شيء، لا تيأس من رحمة الله. قال: إليك عني، ابتعد، لا تحرقني بنارك. فوالذي نفسي بيده لو وقفت بين الركن والمقام وصليت وبكيت حتى جرت من دموعك أودية، ثم قدمت على ربك بما أنت عليه، لألقى بك على منخريك في نار جهنم. لأن الله عز وجل يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عمي صدق الدنيا ما تسوى، صدق ما تسوى. شو وقت نعرف هذا الشيء؟ عند الممات. صدق ما كانت تسوى. على شنو هالمعارك وهالصراعات وهالخلافات؟ قسم من عندكم يعرفون فارسي. شاعر الفارسي يقول: برگ سبزی به گور فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. دزوا أشياء حلوة لقبركم، أما الأشياء الموزينة موجودة دائما. يقول موسى: يا رب إنك خلقت آدم بيدك وأسجدت له ملائكتك وأبحت له جنتك، فكيف كان شكره على ذلك؟